السلام عليكم، اهلا بيكم معايا في فيديو جديد. النهارده ان شاء الله اتمنى ان الفيديو النهارده يعجبكم. بس عايزاكم يا جماعه تشجعوني بلايكات وكومنتات وتشوفوا الفيديوهات بتاعتي وتشجعوني على الاستمراريه. هو الميت بيحس بينا؟ يعني لما بيكون حد ميت بيحس بالحي. بصوا، انا هحكي لكم على مواقف او موقف حصل معايا انا شخصيا. يعني مش حكايه حد، لا لا، الموضوع ده حصل معايا انا شخصيا. انا كنت في فتره، طبعا والدتي متوفيه الله يرحمها، وكانت اقرب حد ليا، كانت قريبه مني جدا. لان طبعا بابايا ميت وانا صغيره، وهي اللي ربتني وهي اللي علمتني وهي اللي جوزتني، وكنت انا الصغيره يعني. هي اصلا ماما جايباني وهي سنها كبير واخواتي كلهم اكبر مني، فانا اللي قعدت معاها سنين كتيره جدا، وانا اللي كنت معاها على طول، كنت بعتبرها صاحبتي واختي وكل حاجه ليا في الدنيا كلها، وكنت بحكي لها على كل حاجه. وفضلت معايا فترة طويلة جدا حتى بعد ما اتجوزت كمان، وبعدين اتوفت. فأنا عايزة أقول لكم إني أنا لما كنت يعني أنا كنت متجوزة في نفس الشارع اللي أمي فيه، يعني أنا أمي كانت جنبي على طول. ودي حاجة كانت بسطاني جدا جدا، إن الحمد لله إن جه بختي ونصيبي وحظي في إن أنا أكون معاها في نفس الشارع يعني. كنت على طول برضو معاها حتى بعد الجواز، لان طبعا زي ما قلت لكم كنا في نفس الشارع. فكنت لما اتعب ولا حاجه اروح لها على طول اقول لها يا ماما انا تعبانه، وعشان شغلها وكده، وهي كان عندها برضو خبرة في موضوع ان يعني العلاج وكده، يعني عشان شغلها وكده. فكنت بروح اقول لها يا ماما تعبانة عندي كذا، تقول لي روحي هاتي، روحي الصيدلية هاتي كذا، او هاتي حقنة كذا، فكانت تديني. وكانت طول ما انا تعبانة او هي عارفة ان انا تعبانة تفضل على طول تتصل عليا وتطمن عليا، ولو مثلا لقيت صوتي تعبان تقعد تقول لي تعالي اقعدي معايا، تعالي انا هجيب لك علاج، تعالي مش عارفه ايه، تعالي كده يعني. إيه، كنت على طول مثلا ما معدتي توجعني اتعب ولا حاجه اروح لها تقول لي هاتي من الصيدليه حقن كذا، وتعالي هاتي برشام كذا، هاتي مش عارفه ايه. المهم ايه، كانت هي ايه قريبه مني جدا. إيه مثلا اعمل عمليه اي حاجه هي معايا، ما كانتش بتسيبني خالص 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 خالص. كنت ببقى قاعده معاها في البيت، تعمل لي كل حاجه. فجيت في فتره بعد طبعا ما هي توفت، تعبت تعب ربنا ما يعيده يا رب تاني، لان كان تعب شديد 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 جدا جدا جدا، لدرجة اني انا كنت لوحدي خالص، مفيش حد جنبي خالص ولا حد معايا. زوجي طبعا كان طول الوقت في الشغل، وهو يعني شغله من النوع اللي هو ممكن ما يقدرش ان هو ياخد اجازات كتير. فكنت تعبانه قوي قوي قوي، لدرجه والله العظيم بقول لكم ما كنتش بقدر اقوم من على السرير خالص. عايزه اقول لكم ان بعد وفاه والدتي انا مشيت من الشارع، رحت مكان تاني، لاني ما قدرتش ان انا اصلا اكمل واقعد في نفس المكان تاني، او في الشارع يعني. المهم ان انا كنت قاعده كده على السرير، فبكلم نفسي اللي هو ايه، بقول ايه، الله يرحمك يا امي، يا ريتك كنت جنبي، يا ريتك كنت معايا، كنت خليتي بالك مني، كنت راعيتيني، مش عارفه ايه. تعبانه تعب شديد شديد شديد، والله العظيم بقول لكم كنت خلصانه خالص. ربنا ما يعيده يا رب. كان جوزي بيجي ياخدني يوديني المستشفى، من قلة الأكل كان بيعلقوا لي محاليل، عشان أنا كنت تعبانة جدا 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 وخلصانة. المهم قاعدة على السرير، فعمالة أكلم في نفسي ومش عارفة إيه. والله العظيم زي ما بقول لكم كده، ببص لقيت الباب بتاع الأوضة اتفتح لوحده، وزي ما يكون حد دخل الأوضة. في اللحظة دي أنا كنت قاعدة بعيط، يعني قاعدة عمالة أعيط، وافتكرتها قوي وعمالة أعيط إن هي لو كانت معايا، يعني كانت قعدت جنبي وراعتني وكده في تعبي. كنتش لاقي حد يديني حقن ولا حاجة. المهم قعدت اعيط، فحسيت ان اذا يكون في حد موجود في الأوضة. فقعدت، بصراحة ربنا مش هكدب عليكم، انا خفت واتخضيت. الباب اتفتح واتقفل، وإذا يكون حد دخل عليا الأوضة. فأنا قاعدة على السرير عمالة أقول هو أنا بيتهيألي. المهم حسيت إن أنا يعني خايفة كده، أو قلبي مقبوض كده، خايفة يعني. المهم في اللحظة دي حسيت إن أنا العياط بطل، وحسيت ان انا جسمي، هو انا مش خفيت، اللي هو حد هداكي يعني، اللي هو بطلي عياط. انا في اللحظه دي انا نمت
وصحيت من النوم بتذكر الموضوع، بقول هو انا كان بيتهيأ لي. المهم بحكي مع واحده صاحبتي، بكتب لها يعني على الفيسبوك وكده، وبحكي لها اللي حصل، فردت قالت لي ايه، هي ممكن تكون والدتك فعلا كانت حاسه بيكي، او ممكن يكون هوا. فانا قلت لها ازاي هوا هيفتح باب الاوضه ويدخل ازاي؟ ده اكيد كان بيتهيأ لي. قالت لي لا، ممكن يكون ما بيتهيأ لكيش، مش انت كنتي قاعده؟ قلت لها اه كنت قاعده صاحيه وحصل كذا كذا كذا. المهم قعدت تقول لي ايه، ممكن تكون هي كانت حاسه بيك كده. في نفس اليوم ده انا نمت بالليل، وبعدين وانا نايمه حلمت بيها ان هي جايه يعني، او يعني مش عارفه بتعيط عشاني او زعلانه عشاني، او يعني في حاجه كده برضو في نفس اليوم. فروحت برضو قلت لصاحبتي، فصاحبتي قعدت تقول لي ايه، ده هي اكيد حاسه بيكي يعني، عشان انتوا كنتوا قريبين من بعض. فبقول لها هو الميت بيحس بالحي يعني، هي يعني بيبقوا حاسين بينا؟ قالت لي طبعا بيبقوا حاسين بينا. المهم ان انا بحثت وقعدت ادور على جوجل وكده، لقيت فعلا ان هما بيبقوا حاسين بينا. ف وبتحس ممكن تحسي بطيفهم موجود معاكي في البيت، ممكن تحلمي بيهم مثلا، ماشي زي كده مثلا. بس هما بيبقوا حاسين بينا يعني، حاسين بينا. وبالاخص لو حد انتوا مقربين قوي من بعض، او اللي هو يعني كنتوا مع بعض على طول. بصوا انا عايزه اقول لكم ان بعد وفاه والدتي انا تعبت نفسيا جدا 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 والله العظيم، ومحدش كان حاسس بيا قسما بالله. انا تعبت تعب يعني ما اقولكوش. انا كنت حاسه ان زي ما اكون حد خبطني على دماغي، حد خبطني على دماغي، وكنت حاسه ان انا زي ما اكون في حلم او في كابوس وعايزه اصحى منه. ولحد دلوقتي امي بقالها بتاع حوالي 8 سنين ولا حاجه ميته، ولا اكتر، تقريبا 8. ما بعدش بصراحة، بس هي بقالها كتير، بس مش اكتر من 8 يعني. حاسة ان انا لحد دلوقتي، بصوا، حاسة ان انا ضاع مني او فقدت حاجة كبيرة جدا، او حاسة ان هي خدت روحي معاها مثلا، او كده يعني. في حاجة، لا في حاجة جديدة. وايام ما ببقى تعبانة يعني، لما كنت والدة بنتي دي، عايزة اقول لكم ان انا كنت برضو لوحدي، وكنت تعبانة جدا جدا فوق ما تتخيلوا، وكنت كل يوم احلم بيها، كل يوم كنت احلم بيها برضو. آه بس انا بقول لكم يعني ان فعلا فعلا الميت بيحس بينا يعني، وبالاخص لو حد انت بتحبيه. يعني مثلا ممكن كده تبقي قاعده وتقعدي تتكلمي عن حد وتنامي، عقلك الباطن بيخليكي تحلمي بيه مثلا، او تشوفيه في الحلم. او انت قاعده بس تقولي يا لو الواحد يحلم بمامته ويشوفها في الحلم وينام ويحلم بيها. انك تشوفي امك في الحلم يعني، دي حاجة الواحد بيتمناها دايما، مادام احنا خلاص مش عارفين نشوفهم في الحقيقة. انا بابا ميت بقاله حوالي حاجة و20 سنة، كتير جدا. زعلت عليه طبعا ابويا، لكن ممكن عشان كنت صغيرة ما كنتش فاهمة وأهمية وجوده في حياتي دلوقتي. بس لما كبرت واتجوزت، وقبل ما اتجوز كمان يعني، لما كبرت مثلا ما عديت مرحلة الاعدادي دي، حسيت ان انا محتاجة ابويا في حياتي جدا. ابويا ده لو كان موجود في حياتي شخصيا لحد النهاردة، كان في حاجات كتيرة جدا جدا هتتغير، كان في حاجات كتيرة جدا جدا مش هتحصل، ما كنتش هوصل لأي مرحلة وحشة، مرحلة نفسية وحشة أنا وصلت لها. أبويا كان شديد جدا، أبويا كان شخصية كويسة، لو مش بالنسبة للناس بالنسبة لنا احنا. فكان أبويا يحوش عني زي ما تقولوا كده مشاكل كتير، أو حاجات نفسية كتير تعبتني، بلاوي كتير زي ما بيقولوا. ربنا يرحمه يا رب، ويرحم أمي. أنا عايزة أقولها وبعد كده هننهي الفيديو عشان أنا طولت كتير. لما تيجي تدعوا لحد ميت وتكتبوا ربنا يجعل مثواه الجنة، دي غلط. المثوى دي يعني النار،
لما تيجي تقولوا ربنا يجعل مأواه الجنة، المأوى يعني الجنة وليس مثواه. انا بلاقي ناس كتيرة جدا كاتبة وربنا يجعل مثواها الجنة، لا، اكتبي وربنا يجعل مأواه الجنة او مأواها الجنة، تمام؟ عشان كده يعني. بس من فضلكم يا جماعة لايك للفيديو بليز، لايك للفيديو وكومنت حلو امور زيكم كده عشان الفيديو يترفع. من فضلكم من فضلكم عايزة افعل القناة. ربنا يبارك لكم يا رب، يا رب باذن الله الفيديو يعجبكم واشوفكم فيديو جديد ان شاء الله، والسلام عليكم.